السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معاكم أختكم في الله مامة عمر وكريم. النهاردة بقى أنا جاية أعمل لكم ريفيو عن مكنة البسكوت. طبعا كل سنة وانتم طيبين، احنا بقى خلاص في أواخر رمضان وكله بيستعد بقى لعمايل البسكوت والكحك والغريبة والبوجيفور. كل سنة وانتم طيبين جميعا. فأنا عند أختي وقالت لي يلا بينا تعالي نعمل أنا وانتي بقى كحك وبوجيفور وغريبة وبسكوت، وهاتي المكنة بتاعتك معاكي نعمل بقى بيها البسكوت السنه دي المكنه بتاعتنا يا جماعه النهارده اللي انا هعمل لكم ريفيو عنها، لان ناس كتيره جدا بتسال عنها. طبعا انا عاملاها لكم. الريفيو دوت انا بعمله لكم، احنا لسه في اوائل رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بوريها لكم بحيث ان اللي عايز يشتري منها حاليا يلحق يجيب. تعالوا اقول لكم مواصفات المكنه بتاعتنا ايه، وجايباها بكام، وجايباها منين، وهقول لكم كل حاجه عنها، وهقول لكم هي حلوه فعلا ولا ملهاش اي لازمه. يلا بينا نعمل الريفيو بتاعنا عن مكنه البسكوت، يلا بينا. المكنه بتاعتنا هي يا جماعه هي مكنه ايطالي. طبعا انتوا بتشوفوها تقولوا دي لعبه، مكنه لعبه. اول مره شفتها كانت عند صاحبه اختي، كانت مديها لها، يعني كنا بنعمل بيها. بس طبعا مع مرور الزمن اختلف الشكل شويه. كنا فاكرينها لعبه، قالت ده انا جايباها في جهازي وكنا فاكرينها لعبه. بصوا المكنه، بصوا هي طبعا بتيجي، ده الوش بتاع البسكوت. بصوا دوت، بتركبي بقى الوش اللي انت عايزاه. تمام، ودي الايد بتاعتها. هي على العموم مكنه ايطالي. تمام، وهنا شايفين دي اللي بتثبت، بتحطي كده المكنه بتاعتك في اي مكان انت عايزاه بقى، كده كده بتعملي كده، وبروح مثبته من هنا كده، بروح قافله كده علشان تمسك على السيراميك، خلاص مش هتتحرك ابدا. بصوا يا جماعه انا بهز ايديا بشدها، مش هتتحرك ابدا ابدا. تمام اهي، بصوا كده. هوريكم طبعا بقى ايه الحاجات التانية اللي معاها. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم هقول لكم بقى الحاجات اللي معاها. هي اولا اسم المكنه ريجامونت. اسمها ريجامونت، هي مكنه ايطالي يا جماعه. المكنه ايطالي. هقول لكم هي بتبقى موجوده فين، اهي الاسم بتاعها اهو، وهي ده شكل المكنه وده شكل العلبه. بصوا طبعا هو حاطط لك كل الحاجات اللي موجوده فيها واستخداماتها ايه، طبعا كلها. بتفرم اللحمه وبتفرم بتعمل البسكوت وبتعمل الحاجات دي، بس طبعا وطبعا معاها القمع بتاع السجق. اللي عايز يعمل اللي هو السجق الاسكندراني يا جماعه بيعمل بيها. طبعا بتعمل المخروطه، بتعمل المكرونه، بتعمل الاندومي، الحاجات دي كلها. بصوا الحاجات اللي جايه معاها، بسم الله. دوت يا جماعه ده القمع اللي بيتركب برضو هنا، بيتركب دوت للسجق الاسكندراني. لو هتيجي تعملي سجق اسكندراني بتركبيه، وبتحطي الهانك هنا، بتحطي اللحمه المفرومه بقى الخلطه بتاعتك هنا، وطبعا بتدوريها بكل سهوله، بتشتغل معاكي ممتازه. تمام، وده اللي بتزقي بيه اللحمه او بتزقي بيه العجينه. ودي الامواس بتاعت بقى اللحمه، زي ما حضراتكم شايفين، لحمه وبسكوت، وعايزه تفرمي لحمه، عايزه تعملي بسكوت، عايزه تعملي اي حاجه. دي السكاكين اللي موجوده معاها. المكنه اسمها ريجامونت، مكنه ايطالي يا جماعه. طبعا اسعارها دلوقتي اختلفت ومش بتلاقيها موجوده كتير في اي مكان. انا كنت جايباها من العتبه، كنت جايباها من محل التوحيد. التوحيد طبعا ده مشهور جدا 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 في العتبه، محل مشهور في العتبة اسمه التوحيد، بتاع مستلزمات حلواني، هتلاقي عنده كل حاجة. طبعا أنا كنت جايباها من سنين، مش من سنين أو يعني بقالها حوالي 3 سنين أو 4 سنين عندي. كنت جايباها ب 325، كنت جايباها ب 325. السنه دي بنسال عليها لبنت اخويا عشان نجيب لها واحده تبقى في الجهاز بتاعها، عروسه وبنجهزها. بنسال عليها لقيناها عامله 800.
طبعا انا طبعا صعقت بالرقم، بس طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غليت خالص خالص خالص. لكن هي كمكنه روعه بصراحه، بتعمل البسكوت حلو جدا جدا جدا، ومكنه جميله جدا 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 بصراحه. وبعدين يعني اللهم بارك اللهم بارك، ان حافظتي عليها هتعيش معاكي على طول. هي طبعا بتطلع من السنه للسنه او في السنه مرتين، يعني هتعيش معاكي بمشيئه الرحمن. طبعا التعامل معاها سهل جدا زي ما قلت لكم. دوت بيثبتها كده، ده بيثبتها، يعني بتدوسي عليه كده بسم الله، خلاص هي مش هتتحرك معاكي خالص نهائي، مش هتتحرك خلاص. وتفضلي بقى انت بتحطي العجينه بتاعتك هنا، وبتطلعي البسكوت بتاعك من هنا. انا طبعا هبقى اوريكم البسكوت طالع عامل ازاي وشكله عامل ازاي باذن الله. هي مكنه لاي حد بيعمل بسكوت طبعا كتير وبيحبه. هي بصراحه روعه وحلوه جدا جدا. ودي كل الحاجات اللي معاها زي ما وريتكم، دي اللمواس بتاعتها، ودي وده القمع، ودوت اللي بيزق العجينه علشان ما تحطيش ايديكي وتتعوري طبعا. اهي زي شوفوا قلبها يا جماعه من جوه، بصوا دي زي كانها مفرمه لحمه. طبعا دي بتبقى بلاستيك، كلها بلاستيك، مفيش حاجه فيها مش بلاستيك، كلها على بعضها بلاستيك. هما بس الامواس اللي موجوده دي، هي دي بس الحاجه الوحيده اللي حديد، لكن كلها على بعض بلاستيك. يا رب الريفيو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. وده مقطع يا جماعه انا جبته لكم اهو وانا بشتغل بيها. بصوا سهله جدا جدا، وبتعمل البسكوت روعه بجد، بتطلع البسكوت حلو جدا. طبعا لما بتبقي لوحدك سهلة جدا، ولو معاكي حد بيساعدك برضو سهل جدا جدا جدا. بصي ما شاء الله بتطلع لك البسكوتة بجد جميلة وسريعة وسهلة. بس انا بعمل بالراحة عشان طبعا انتوا شايفين انا بصور وبحاول اوريلكم كل حاجة انا بعملها. بصوا مثبتاها على رخامة المطبخ وبشتغل بيها، ما فيهاش اي تعب ولا فيها اي حاجة خالص. لو حد كمان معايا هياخد مني، انا هلف مثلا وهو هياخد مني. بصوا سهلة ازاي. يا رب تكون عجبتكم، يا رب يا جماعة يكون الريفيو بتاع النهاردة عجبكم وشفتوا المكنة بتاعتنا. المكنة جميلة جدا جدا، بس طبعا بقى سعرها هو اللي بيخلي الواحد ايه يقف شوية. لأي حد طلب مني المكنة بتاعت البسكوت، هي دي المكنة بتاعتنا بتاعت النهاردة. يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة. ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.